حبايب قلبي، تعالوا مع بعض نعمل البدنجان المخلل. تتبيلته جميلة جدا، لو عملتيها مرة مش هيبطلوا يطلبوه منك. حاجة حرشة كده وتفتح النفس. يلا حبايبي نقول بسم الله ونبدأ طريقتنا. معايا كيلو من البدنجان، وتكون الحباية وسط. هشيل العنق بتاعه الأخضر ده من فوق بإيديا، يعني مش بالسكينة، هاجي واقطع علشان ما يتهريش معايا في السلق. حلة فيها مية بتغلي وهنزل بالبدنجان بتاعي كله. قطعتين من البنجر، معلقة من ملح الليمون، وقلبي يا ست كل ده وسيبيه لحد ما يستوي نص سوا. انا مش عايزاه يتهرى مني. ملح الليمون هيحافظ لي عليه لأطول فترة ممكنة. استوى معايا نص سوا، شفته لقيته كويس وجاهز للحشوة زي ما احنا شايفين. هشيله من المية واسيبه يبرد تماما، يعني مش هبدأ فيه الا لما يكون برد. المية دي ما تكبهاش، احنا محتاجينها وهقولك ليه دلوقتي. هجيب الحشوة بتاعته من كل حاجة حبة. معايا معلقة كبيرة من الثوم، ربع من الليمون، عصير الليمون، حبة فلفل أحمر أصفر أخضر، وقرن فلفل حامي. لا مش حابة الحامي بلاش تحطيه. قطعت قطع صغيرة ونزلت بيها في الكبة. حاجتك كلها في الكبة وجروشيها، أنا مش عايزاها مطحونة ناعم. معلقتين كبار من الملح، معلقة من الكمون، بيخلي طعم وريحة البدنجان المخلل حكاية. هو ده اللي أنا عايزاها مجروشة، يعني متقطعة قطع صغيرة جدا. معلقة كبيرة من الملح. وتعالي يا ستي نحشو البدنجان بتاعنا. فتحة صغيرة في النص، يعني مش من أول فوق لتحت، لأ يدوب فتحة في النص، وابدأ في الحشوة. هنزل بحشوتي وهعمل كميتي كلها في علبة. هرص البدنجان كده جنب بعضه. الله على الجمال، شكله وريحة وطعم مش عايزة اقولك شكله ايه. باقي الخلطة بتاعتنا هقلبها على المية اللي انا سبتها تبرد خالص، وهنزل بيها واغطي البدنجان بتاعي. معلقة زيت على الوش، واقفلي يا ستي العلبة وحطيها في التلاجة. بس نصيحة، لما تاخدي منها بلاش ترجعي لو بقى منك، حطيها في حاجة لوحديها. لو عجبتك الطريقة ما تنسينيش في لايك واشتراك، وبألف هنا.